استاذة، السلام عليكم. وعليكم السلام. هنا برنامج ديني، تحبي تشاركي معانا؟ ايوه انا عارفاك وبتفرج على فيديوهاتك. بجد والله؟ أيوة. طب صدفة حلوة والله. بس دايما ببقى شايفاك ان انت دايما اللي بتسال. ايوه انا اللي بنزل اسال اسئله. وانا اللي اسالك المره دي. يعني انت اللي عايزة تسأليني؟ ايوه. طب انا لما باجي اسأل ناس بسألهم بمقابل، يعني بديهم مثلا جايزة، فلوس كده. هسمعك صوت. سمعك صوتك يعني صوتك يعني انت عايز تسأليني، انت اللي تسأليني اسئلة بمقابل ان صوتك حلو؟ طيب ماشي اسألي، اتفضلي. ثواني بس هو نفكر. لماذا خلق الله النجوم؟ لماذا خلق الله النجوم؟ خلق الله النجوم زينة للسماء، تمام؟ تاني حاجة رجوم للشياطين. الحاجة التالتة اللي هم كانوا زمان كان بيهتدي بها الناس للطرق وكده، يعني بيهتدوا بها، بيعلموا الطرق والحاجات دي. تمام، انا اجبت على السؤال الوقت صح ولا لا؟ ايوه تمام. طب هسالك سؤال تاني، من هم المغضوب عليهم ولماذا؟ صدقي السؤال ده صعب قوي. طب خلاص ابدله لك. لا لا انا هجيب عليهم، بهزر، السؤال سهل على فكرة. المغضوب عليهم هم اليهود. ولماذا؟ ربنا بعت لهم ايات كتير بس هم ما اقتنعوش. ده تقريبا يعني الاجابة على السؤال. انا كنت سمعت ان انت صوتك حلو على فكره، كنت شفت لك كذا فيديو كنت بتقرا فيه. ايه رايك تسمعني متابعاني بقى يعني متابعاني. حاجه قصيره كده؟ عايزين اسمعك حاجة بصوت، حاجة صغيرة. تمام ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، خير عند ربك ثوابا وخير مردا. صدق الله العظيم. انت كده حجتك خلصت. ماشي. عايزه تساليني، بتقول صوتك حلو، انا عايزك تسمعيني اي حاجه. ماشي اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. صدق الله العظيم. ان شاء الله، ان شاء الله بجد ما شاء الله عليك. دلوقتي الناس بقى اللي هتحكم بقى صوتك حلو او وحش فده للناس، تمام؟ تاني حاجه الحلقه ان شاء الله هتذاع على قناه. انا عارفه البيدج خلاص. اسمها ايه طيب؟ اقوى محتوى ديني. تمام، على قناه انا سجلت مع حضرتك النهارده بجد. والله انا اللي سعيد جدا والله. يعني فرصه بجد حلوه قوي، انا ما توقعتش اصلا ان انا اشوف حضرتك النهارده. لا لا بجد انا اللي سعيد جدا ان انا قابلت حضرتك وسمعت الصوت الجميل في حاجه جميله. يعني اتمنى ان الناس كلها تكون زيك والله بجد. ربنا يخليك. شكرا. شكرا.